السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجة حابة ارحب بكل المشتركين الجداد اللي اشتركوا في قناتي، نورتوني وشرفتوني، وبجد شكرا على التعليقات الجميلة اللي وصلتني منكم. انتوا ناس قد ايه ذوق، قد ايه ناس جمال، وبجد تعليقاتكم دي بسطتني وخلتني كده عندي حماس، يعني ان انا اصور واطور من نفسي واقدم لكم حاجات فعلا، يعني انتوا تستحقوها، لان بجد تعليقاتكم بتبين شخصيتكم قد ايه جميلة. وربنا يجعلني كده عند حسن ظنكم، واقدم لكم فعلا حاجات تليق بيكم وتشرفكم كده، وبرضو تستمتعوا بيها وتستفادوا منها بإذن الله مع بعض، واحنا بدأنا مشوارنا مع بعض وإن شاء الله نكمله ونكبر سوا. حبيت بقى النهاردة أشارككم طريقتي في رص النيش بتاعي. بصوا، انا نضفته، ما صورتش روتين تنظيف ولا الكلام ده كله. انا حبيت ان الفيديو يكون مختصر ومركز على حاجة معينة، ان انا اوريكم ازاي انا برص النيش بتاعي بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وبرضو في الاخر بتطلع شيك وشكلها حلو ومنظم ومريح للعين. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة ما ننساش نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله اجمعين، وندوس على اللايك ونكمل بقى معايا الفيديو. بصوا بقى، انا الحاجات دي كلها كنت مطلعاها وغسلتها وسبتها تتصفى، تمام. بس حبيت كده اوريكم النيش بتاعي الاول وهو فاضي خالص. عامله ضرفه ازاز طويله كده زي ما انتوا شايفين، والضرفه الازاز دي تاتش، بتتفتح تاتش، وهي عباره عن 5 ارفف. دي انا مخليها للحاجات الازاز والكاسات بقى والحاجات دي. الجزء ده بقى حتى درجين من تحت كده بيشيلوا برضو حاجات كتير. والضرفة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي عبارة عن 4 أرفف، بحط فيها بقى اللي هو طقم الشاي والصيني، زي ما هتشوفوا بقى معايا في الفيديو. وانا حبيت في الفيديو برضو ان انا اصور لكم كل حاجة بالتفاصيل بكل حاجة، بحيث ان انتوا تبقوا ماشيين معايا واحدة واحدة وفاهمين انا بعمل ايه. وانا برص كده هقول لكم برضو انا ازاي بنضف النيش، علشان برضو لو عايزة تنضفيه ولا حاجة وحاسة ان هو تقيل على قلبك ويعني هو هم مثلا لو نزلتيه كله ممكن حاجة تتكسر ولا حاجة، فلا، انا هقولك على الخطوات اللي انا بعملها في التنظيف بتسهل عليا، ومفيش ولا حاجة بتتكسر ولا باخد وقت طويل ولا اي حاجة. لا، انا بسرعة كده وواحدة واحدة بيكون النيش خلصان معايا من غير اي تكسير ولا اي حاجة. وخلي بالك، طول ما انتي منظمة نفسك وعارفة هتعملي ايه، فالحاجة ما بتاخدش معاكي وقت. انما لو دخلتي عليها كده وفتحتي في كذا حاجة مرة واحدة هتلاقيها خدت معاكي وقت طويل ومجهود زيادة. فحاولي بقى كده قبل ما تبدأي في اي حاجة انك تكوني منظمة افكارك، هتعملي ايه الاول وايه بعدين. تمام. طب ايه بقى الخطوات اللي نعملها في تنظيف النيش بحيث ان هو يكون سهل مش متعب، والحاجة برضو نحافظ عليها وما تتكسرش معانا؟ اول حاجة بعملها ان انا بروح شادة المفارش بتاعة النيش من كل الرفوف، اي حتة فيها مفرش بحاول بالراحة كده، لو عليه حاجة او اي حاجة ان انا بروح شادة بالراحة واروح غسلاه ونشراه، عشان عقبال ما اخلص بقى التنظيفات وشطف المواعين والكلام ده كله تكون المفارش يعني نشفت. ومعظم المفارش بتكون خفيفة اصلا، ما بتاخدش وقت ان هي تنشف وكده. تاني حاجة ان انا ابدأ اصور الرصة بتاعتي في النيش اصلا، يعني انا مثلا رصة الكاسات ازاي، رصة طقم الصيني ازاي كده. يعني حاولي ايه انك تصوري الرصة بتاعتك، او على الاقل تكوني حافظاها بعينك، بحيث مثلا لو انت معرفتيش انك تبتكري رصة جديدة تعرفي ان الحاجة دي كانت مرصوصة ازاي، فما تاخديش وقت. وبرضه تبقي قادرة انك تشوفي رصتك قبل وبعد شكلها عامل ازاي وانهي احسن، ويكون عندك كذا فكرة يعني في الرص، فتطلعي باحسن نتيجة. بصوا، انا بقول لكم على عاداتي العاديه خالص. يعني انا اصلا من زمان كنت قبل ما ابدا في تنظيف النيش بروح مصوره كل حاجه علشان ابقى فاكره كل حاجه مكانها فين. فيعني دي اصلا عادتي وان انا مثلا مش بقول لكم حاجه انا ما بعملهاش، لا، ده اللي انا اصلا بعمله. تالت حاجه بقى ببدا اعملها ان انا بجيب طبقين، طبق بحط فيه ميه بصابون بس ما بكترش الصابون خالص، والطبق التاني بيكون فيه ميه نظيفه للشطف. وميه الشطف دي انا على مدار بقى التنظيف كل شويه اروح اغيرها، انما الميه بصابون يعني معظم الوقت بتبقى ثابته معايا. وببقى مجهزه ملايه مثلا او حاجه ان انا انشف عليها المواعين او اسيبها تتصفى عليها. وابدا بقى انزل الحاجات اللي انا رصاها في النيش رف رف، ما بنزلش كل حاجه مره واحده علشان مفيش حاجه تتلخبط معايا وكده.
وابقى عارفة انا عملت ايه وما عملتش ايه، وبرضو الحاجة اخدها بسلاسة، ما فيش حاجة تتكسر، ما فيش حاجة، يعني واحدة واحدة. تمام. بس انا طبعا انا نزلت النيش هنا مرة واحدة. دي مش عادتي، يعني انا باخده رف رف، بس هنا انا نزلته مرة واحدة لان انا كنت حابة ان انا اوريكم رصتي وطريقتي فيه. وبعد كده بقى ان انا ببدأ اشطف المواعين اللي انا نزلتها، او الحاجات يعني اللي انا نزلتها من الرف ده، ابدأ اشطفها واروح حطها على المفرش تتصفى. طيب عقبال ما تتصفى كده، ابدأ بقى اجيب الجلانس والبليدج وابدأ المع وامسح والحاجات الحلوة اللي احنا عارفينها دي. وبعد ما بخلص ببدأ ارجع الحاجات اللي انا نزلتها دي في مكانها. مثلا لو عايزة ابتكر رصة جديدة، عندي فكرة جديدة اغير في الرصة شوية، وبعد بس في الاخر ان انا برجع كل حاجة مكانها. ولو في حاجة ما لحقتش تتصفى معايا برضو بنشفها بفوطة ولا حاجة وبرجعها مكانها. طبعا انا المواعين ما بحاولش بقى ان انا اخدها كل شوية رايحة جاية على المطبخ واغسل في الحوض. اولا بنهدر مية كتير لان طبعا الكمية كبيرة. تاني حاجة ان احنا ممكن حاجة تقع مننا، مثلا حاجة تتزحلق بتاع. وغير ان احنا رايحين جايين على المطبخ ونشيل ونحط، فبتحسي انك فرهطتي وتعبتي من كتر ما انتي عمالة تشيلي وتحطي وراحة وجاية وكده. لو تاخدوا بالكم انا بحاول على قد ما اقدر ما يكونش فيه تشابه ما بين رف والتاني في الرصة بتاعته، تكون كل حاجة مختلفة وكل حاجة ظاهرة. تمام. فانا هنا في الرف ده حاولت ان انا ارص المجات كده والفناجين في صورة عجلة كده زي ما انتوا شايفين، بحيث تبقى ماشية مع الشكل، يعني شكل النيش نفسه او شكل الضرفة، وكل حاجة ظاهرة مفيش حاجة مغطية على التانية. وفي نفس الوقت ماشية مع شكل النيش عندي او مع شكل الاساس نفسه. فبرضه حاولي وانت بترصي كل شوية مثلا تقفلي النيش وتشوفي الرصة بتاعتك من بره وهل واضحة ولا لا. فحاولي كده تبصي على شكل الضرفة من الضرفة نفسها من بره، واخده شكل ايه في الخشب بتاعها، وتنفذي الرصة بتاعتك على اساس برضو اللي يشوف من بره او اللي يبص من بره. ازاي؟ مثلا أنا عندي شكل دوران، فهبدأ اخد الدوران معايا. مثلا عندي الضرفة مقسومة نصين، احاول ان انا يكون النصين شبه بعض، شبه بعض في الرصة وبرضو متناسقين، بحيث ان اللي يبص والازاز مقفول، او الظرف يعني مقفولة، تبقى الرصة واضحة برضو والحاجة شكلها منظم ومتناسقة مع بعض. بصوا لو تاخدوا بالكم انا الصيني مرصتوش كله في الرف واحد، لان انا معتمدة في رصتي ان الحاجة تكون منظمة وكل حاجة واضحة. فيعني انا لو كنت كدستها يعني كلها مرة واحدة في رف واحد، ما كانتش هتبقى ظاهرة بالشكل اللي قدامكم ده. فاتمنى كده تكونوا خدتوا فكرة، ولو محتارين ازاي ترصوا طقم الصيني عندكم يكون كل حاجة واضحة، تكونوا يعني يا رب تاخدوا بس فكرة من اللي انا عملتها كده ونفذوها عندكم. بس باقي الحاجات بقى حطيتها في الضرفة اللي هي الازاز دي من تحت، والطبق اللي في النص كنت رافعاه على الاطباق الصغيره بتاعه الفناجين والكوبايات، يعني بتاعه الشاي وكده. باقي طقم الصيني رحت حطاه في الادراج من تحت. خلصت كده من الجزء الرخم، الحمد لله رب العالمين. بدأت بقى ان انا ارص في الكاسات وزي ما انتم شايفين الحاجات دي. بصوا الصواني دي اصلا انا عايزه اطلعها استخدمها في الديكور في الشقه، يعني حاسه ان شكلها عجبني لو حطيتها مثلا على السفره او على ترابيزه. يعني ليها فكره في دماغي، هبقى اعملها ان شاء الله، هبقى اجربها كده بدل ما هي محطوطه في النيش كده مش ظاهره. لا، هبقى اطلعها واستخدمها في الديكور في الشقه. بصوا لو تاخدوا بالكم انا في النيش كله عامله ايه، عامله ان في حاجه كبيره في النص وملفوف من حواليها حاجات الناحيتين شبه بعض. تمام. يعني في مثلا مركزية في النص وسيمترية في الجنبين، فدي برضو بتدي شكل مرتب كده. بصوا الرف ده بقى كان ليه افكار كتيرة في دماغي، فعشان كده هتلاقوني كل شوية بغير في الرصة بتاعته لحد ما استقريت على حاجة معينة في الاخر. لان انا بحاول ارص 3 اطقم مع بعض، اللي هو طقم كوبايات 6 قطع، والطقم الكاسات ده اللي هو 6 كاسات وطقم الخشاف. فليه كذا فكرة وليه كذا طريقة، انا بحاول يعني اظهر كل حاجة
وفي نفس الوقت يكون شكلها حلو، ما تكونش مثلا جايبة قطعة من الشرق وقطعة من الغرب. فزي ما انتوا شايفين كده اهو كل حاجة ظاهرة. برضو قوليلي رأيكم في التعليقات، يعني هل كده احسن ولا كنت اعملها بطريقة تانية؟ فانا علشان هما 3 اطقم وعايزة احطهم مع بعض وعايزة اظهر كل حاجة فرصتها بالطريقة دي. عايزة برضو اعرفكم على حاجة، انا لما بطلب منكم مثلا رأيكم في حاجة معينة وكده، انا ببقى هدفي من الموضوع ان انا مثلا اعمل زي روح مشاركة كده ما بينا، ان انا برضو زي ما بحاول على قد ما اقدر ان افيدكم وكده، بحاول برضو اخد بآرائكم واستفاد منكم واتعلم منكم. بصوا انا عارفة ان اذواقنا اصلا مختلفة، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فبحاول يعني برضو احب على قد ما اقدر ان انا استفاد من الاذواق المختلفة دي علشان اطلع باحلى نتيجة ممكنة. طبعا بحاول اوصل لكم ان انا مش بعمل احسن حاجة، بالعكس يعني انا بقدم حاجة بسيطة، حاجة على قد مثلا واحدة بتحاول تزين بيتها وبتحاول ان هي تجمل في بيتها. فانا مش بروفيشنال، بس يعني بحاول اشارككم افكار، وبرضو حابة ان انا استفاد من افكاركم. كده دي كانت رصتي البسيطة المتواضعة، اتمنى تعجبكم وتستفادوا كده منها. وطبعا لو انتي عروسة جديدة وحابة انك تفرشي حاجتك لنفسك، انا عارفة ان احنا لما بنعمل الحاجة بايدينا بيكون ليها فرحة تانية غير لما مثلا نجيب حد يفرش لنا وكده. لا، لو انتي حابة تفرشي مثلا حاجتك بنفسك، بجد هيكون ليها فرحة تانية ومتعة تانية. حاولي قبل ما تبدأي ترصي اتفرجي على الفيديو ده مثلا، خليه معاكي وانتي بترصي، خدي منه كده سكرين شوت ولا حاجة، وخلي الصور والرصات معاكي. وبرضو حاولي تدوري وتشوفي صور تانية وتشوفي اشكال وطرق رصات تانية، وتستفادي كده وتجمعي كده افكار كتير. وابدأي رصي حاجتك بقى بروقان، وحاولي على قد ما تقدري ان كل حاجة تكون ظاهرة وكل حاجة متناسقة مع بعض، ومحدش بيحكمك برصة معينة. لا، انتي اللي انتي مرتاحاله اعمليه. يعني مثلا مش هقدر اجي اقولك لا النيش بتاعك سيلفر يبقى حطي كل حاجة سيلفر، او حطي كل حاجة ذهبي. لا، انتي اللي انتي وجهة نظرك واللي انتي حابة تعمليه اعمليه، مفيش قاعدة للرصة معينة. تمام، بس زي ما قلتلك حاولي وانتي بترصي برضو اقفلي ضرفة النيش. شوفي الحاجة وانتي بصلها والضرفة مقفولة، الحاجة شكلها حلو تمام ولا لا في حاجة عايزة تتعدل. وبرضو على فكرة انا لما بقولك شوفي صور كتير وافكار كتير، انا بس عايزاكي تكوني كده زي قاعدة بيانات عندك، او زي ايه، وجهات نظر، تشوفي وجهات نظر مختلفة، بحيث انك لما تيجي بقى ترصي تطلعي احسن ما عندك، او تحطي كل وجهات النظر اللي انت شفتيها دي تضربيهم كده في الخلاط وتطلعي باحسن نتيجة. حبيت برضو اوريكم الرصة بتاعتي وانا قافلة النيش شكلها عامل ازاي. شايفين العجلة او الدوران اللي تحت زي ما انا قلتلكم ماشي مع الدوران بتاع الخشب نفسه، فشايفين شكله عامل ازاي. وبرده لما انا قافله النيش كل حاجه واضحه. الحاجه لما بتبقى مقسومه نصين، النص ده زي النص ده، فالشكل كده منظم اهو. وبرده الجزء اللي فوق ده برضو عامله النصين زي بعض، فاللي يبص من هنا زي اللي يبص من هنا. ده النيش برضو من الجنب، فموضحه لكم اللي يبص من الجنب شكله عامل ازاي ومن قدام برضو الشكل عامل ازاي. يعني هي تفصيلة بسيطة بس ان شاء الله يعني هتفرق معاكي في رصة النيش. بس حبيت برضو ان انا في الاخر احط رشة الورد المجفف دي، بتدي كده تاتش ايه الوان، بتدي ان الحاجة تبقى زاهية. يعني انا بحب بصراحة الورد المجفف لما يتحط في النيش كده، يعني برضو بيدي تفصيلة حلوة او بيلفت النظر، فشكله بيكون لطيف. بصوا انا خرجت النهارده مواهبي، يعني كل المواهب والافكار اللي عندي في النيش او في الرصة عامه، حاولت ان انا اطلع طاقتي كده معاكم وان انا ابتكر واعمل افكار جديده. فاتمنى ان افكاري خاصه في الرص الصيني والاطقم الاطباق تكون عجبتكم وتستفادوا كده منها، والحاجة تكون واضحة بالنسبة لكم وتبدأوا بقى انكم تنفذوها. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا وشفتي ان الفيديو كان مفيد بالنسبة لك وعجبك، يلا بقى ضغطي على اللايك وسيبيلي تعليق كده انك شفتي الفيديو ان هو مثلا خدتي منه افكار عجبتك،
ولو هتبدأي تنفذي حاجة قولي لي برضو ايه اكتر تفصيلة عجبتك وايه اكتر حاجة انتي هتنفذيها واتمنى عندك. يكون يومنا النهارده خفيف على قلوبكم. استنوني بقى في روتينات جديدة وايام جديدة ان شاء الله. هنعمل مع بعض ولو انت حاجات بقى حلوة اول مرة جدا وحاجات بتشوفي بإذن قناتي الله كده يلا اضغطي على اشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل الفيديوهات الجديدة، وتكوني اخت ليا ونشجع نشارك بعض بعض. وناخد وفي افكار من بعض. الختام وخير ما نختم به الصلاة والسلام على سيدنا محمد.